أهلا بيكم في حلقتنا من سيف اند لاود، البرنامج اللي هيعرف البنات والستات كلها حقوقها. معانا النهاردة حلقة مختلفة شوية، هي حلقة طبية نفسية مع أحسن ثيرابيست في البلد، دكتور عادل الشيخ. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دينا؟ حلقة النهاردة عن حاجة اسمها السايكوسوماتيك ديسوردرز، اللي هي احنا اتكلمنا فيها الأعراض الجسدية اللي ممكن تكون تظهر على الجسم بعد المشاكل النفسية. خدني بقى من الأول يا دكتور خالص، ايه التغييرات اللي بتحصل في مخ البنت لما بتتعرض لمشكلة؟ بصي، الاول قبل ما ابتدي احب اقولك ان انا بجد فرحان، ويعني ليا الشرف ان انا قاعد معاكي النهارده بنتكلم في الموضوع ده، لان انتي بتخبطي على باب صعب وبتتكلمي في حته تقيله وغلسه ومليانه وصمه واستجمة ومفاهيم ملخبطه. فانا اول ما بيبقى في حاجه فيها هنبتدي ننور على حتت ضلمه والناس فاهمها غلط، ببقى فرحان جدا. فيلا بينا. بس يا دكتور انتي ده حلقة تبقى نار، خلي بالك. ان شاء الله تبقى مفيده. انتي النهارده جايه تخبطي على الباب اللي اسمه تروما، وجايه تتكلمي على عالم الصدمات، وهو باب كبير جدا جدا جدا. هنحاول نبقى محددين، وهنحاول ننور النور على حتت فعلا تبقى مفيده للناس. انت عامله الحمله دي للتوعيه عن التحرش، ولكن خلينا نتفق ان التحرش هو نوع من انواع التروما بالنسبه للبنت اللي حصل لها حاجه زي كده. فاللي هنقوله ده النهارده على فكره هو يمشي على لو كان ده فايلنس، عنف ونوع من انواع الفيزيكال ابيوز من وهي صغيره، يمشي لو كان ده نجلكت واهمال واهل كانوا مش موجودين، يمشي لو كان بني ادم حصل له اي صدمه في حياته. واحنا كبني ادمين يا دينا هنتعرض لصدمات في حياتنا على هذا الكوكب بشكل او باخر. صعب جدا البني ادم يفوت في الحياه دي من غير ما ياخد خبطه. انا بقول للناس كلها كل واحد بقى وحظه، ودي بتاعت ربنا، اللي هياخد معلقه شاي واللي هياخد مغرفه، فكل واحد وحظه. ولكن الحلو ان ربنا عامل فوق جهاز عظيم، بجد حاجه جميله، مجهز لان هو يتلقى هذه الصدمات ويتعامل معها. وهو ده اللي احنا هنبتدي نشرحه دلوقتي. تعالي نبص للموضوع بزاويه مختلفه شويه، وهي ايه اللي بيحصل في المخ البشري بتاع البنت دي. اوكي، احنا بنبسط الموضوع ونقول ان المخ اللي ربنا خلقه حاجه شبه كده بالظبط، هو عامل كده بالظبط. ولو فتحناه هنلاقي من بره القشره او الكورتكس والليمبيك سيستم، وهنا دي بالظبط الاحداث بتاعت موضوعنا النهارده. الاسم الانجليزي بتاعها مكلكع شويه، اسمها الاميجدلا، وهي المنطقه اللي ربنا خلقها تبقى عباره عن جهاز الانذار. ده الفاير الارم سيستم، جهاز الحريق بتاع لما يحصل اي صدمة او مصيبة لاي بني ادم وهو ماشي في حياته. المنطقة دي بتبتدي تلتهب جدا جدا جدا، وهي دي اللي بيحصل فيها اللي بنسميه الستريس ريسبونس. فاكرة من ايام كلية الطب لفظ ستريس ريسبونس ده بيطلع لا كتير للأسف جدا. فاكر. على فكرة هو نفس اللفظ اللي بيطلع بسبب مشاكل عضوية، هو نفس السيستم اللي بيتأثر لما بتبقى قصة نفسية. هو احنا كبني ادمين نحب جدا نفصل الامور عن بعض، ونحب نبص للنفسية على انها حاجة لوحدها كده هائمة جوه الجسم. لا، هي بتحصل هنا، هو كل حاجة بتحصل هنا، وبنحب نتخيل ان ده مفصول عن ده. خالص، هم مش مفصولين، هم مرتبطين ببعض جدا. ربنا عامل حاجة جميلة جدا، عامل للإدارة بتاعت الجسم ده كله 2 مديرين، المخ من ناحية والجهاز بتاع الهرمونات اللي متوزع في الجسم كله من ناحية. ودي أول حاجة بتحصل للبنت دي، إن أول ما بيحصل لأي حد صدمة جديدة، سواء كانت تحرش من حد، سواء كانت أي نوع تاني من الصدمات، بيبتدي الجهاز ده يلتهب ويبتدي يطلع بقى إشارات رهيبة للمخ، من المخ تحت لبقية الهرمونات. ومن هنا هتلاقي إن أول 2 لعيبة كبار في المعادلة هما الأدرينالين والكورتيزون، ويبتدي يحصل لخبطة رهيبة في منظومة الهرمونات، واللخبطة رهيبة في منظومة الالتهاب بتاع الجسم كله، ولخبطة رهيبة في منظومة المناعة. افتكري ال3 دول، عشان ال3 دول هنرجع لهم كمان شوية، بس مش عايز نقعد نتبحر دلوقتي في الحتة دي. هرجع تاني نشوف البنت اللي حصل لها حاجة زي كده، وبعدين هنرجع للقصة بتاعت جسمها بيحصل لها ايه، وممكن حتى يجيلنا امراض جسدية ايه. ولكن البنت دي هيبتدي يظهر عليها اعراض،
وحلو ان احنا نجيب سيرة الاعراض عشان الناس بتسأل هو ايه الفرق ما بين تروما. يعني اي حد حصل له اي حاجة دي اسمها تروما؟ احنا قبل ما نبتدي كنت عمالة تسأليني هو احنا الناس كلها بقت بتقول لفظ تروما. الرينج كبير قوي، من اول ان انا حصل لي حاجه بسيطه في حياتي، كلنا بيحصل لنا حاجات صغيره في حياتنا واحنا ماشيين، لحد حاجه كبيره. فهو التفرقه ما بين القصه صعبه شويه. التروما رينج كبير، من اول حاجات بسيطه واحنا كبني ادمين مجهزين ان احنا نتعامل معاها، لحد حاجات اصعب وللاسف هتبتدي بقى تعمل لنا مرض. والتروماز، ودي معلومه انا بيبقى نفسي جدا الناس تعرفها، التروماز من الاضطرابات النفسية اللي بتشفى جدا، عكس بقية الأمراض نسب الشفاء عالية جدا لو البني آدم ده راح لطبيب أو لمعالج نفسي ومشي في طريق علاج. ولكن للأسف يا دينا أكتر عيان خايف يجي العيادة هو مين؟ هو عيان التروما، لأن هو شايل هم جدا هيخش يتكلم في الحاجات اللي حصلت مع المعالج. طبعا. بيجوا يا دينا ويقولوا لي انا جيت لحد العنوان عندك بتاع العياده مرتين قبل كده ومشيت، انا رفعت السماعه حجزت مره وما جيتش، من كتر ما هو او هي شايلين الهم بتاع هخش وهقعد وهضطر افتح الموضوع واتكلم فيه تاني. متخيله قد هي ايه قصه القتيله؟ التروما انه حصل له حاجه هو ما قدرش يستحملها. يعني ايه لان دلوقتي الانترنت كله، يعني احنا الكلمه بقت نورماليزد قوي على السوشيال ميديا، كلنا بنهزر نقول انا عندي تروما، نزلت في الحر كانت تروما. التروما هي ايه؟ عشان لما الواحد يتعرض لها يبقى فاهم. انا عارفه ان هي درجات زي ما انت بتقول، بس هو ايه اصلا التروما؟ يلا بينا نفهم. ربنا عامل حاجة عظيمة جدا، هي القصة عبارة عن ان ربنا خالق سوفت وير، برنامج بيتفتح للتعامل مع اللي حصل ده. انا كبني ادم حصل لي صدمة، انا مش قادر استوعب حاجة زي كده. انا لو استوعبت حاجة زي كده بشكل كلي انا ممكن انهار. انا عشان اعرف امشي في حياتي بعد كده هيتفتح برنامج جوه دماغي، واحد من اتنين، حسب حجم الصدمة وحسب انا كنت عامل ازاي في الوقت ده، وحطي تحت انا عامل ازاي خط، لان القصة بتختلف اختلاف جذري من انا كنت عامل ازاي. القصة مختلفة جدا ما بين ان الصدمة دي جات لي وانا واحد في مرحلة في حياتي مش كويس، انا نفسيا مش واقف على رجلي، عن ان انا واحد في مرحلة في حياتي كويس ونفسيا واقف على رجلي. دايما الناس بتفكر في حجم الصدمة، لكن الناس بتنسى انا كبني ادم متلقي للصدمة دي كنت عامل ازاي. بتفرق جدا. القصة هتختلف جدا، انا طفلة صغيرة عندي 8 9 10 سنين، ولا انا شابة كبيرة عديت 25 سنة. ده هنا بقى في اختلاف بيولوجيكال كبير جدا، لان الطفلة اللي عندها 9 سنين دي مخها ما اكتملش نمو اصلا. احنا مخنا البشري بيقعد يكتمل نموه من ساعة ما بنتولد لحد ما بيبقى عندنا تقريبا 21 ل 24 سنة. كل ده بيكتمل نموه، عكس بقية أعضاء الجسم تقريبا بتبقى مكتملة النمو وبيخلص خلال أول كام سنة، لكن المخ بيقعد كل ده يكمل نموه ويعمل حاجة اسمها برونينج، زي التقليم، زي الشجرة كده، نقعد نقصقص فروع قديمة دبلت وفروع جديدة تطلع، ويحصل ليرنينج ويحصل تعلم ويحصل اكتمال للشخصية ويحصل حاجات كتيرة قوي. فانتي متخيلة صدمة جت خبطت حد لسه ما اكتملش نموه مختلفة جدا عن واحدة اكتملت نموها. يعني بتبقى أصعب للطفل ولا للكبير؟ جدا طبعا أصعب للطفل، لأن ده بني آدم ما كونش جهاز مناعي نفسي يعرف يتعامل مع القصة. فهنا ربنا بقى مجهز حاجة تتعامل مع حاجة زي كده، وده جمال الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه. السوفت وير اللي هيتفتح، البرنامج اللي هيتفتح ده هيمشينا عادة في واحدة من سكتين او مزيج من الاتنين طبعا مع بعض. يا اما الستريس ريسبونس اللي اتكلمنا عليه، وده عبارة عن كمية من المشاعر اللي على رأسها الغضب ويجي وراها توتر. ستريس بكل معنى كلمة ستريس، احنا بنتكلم ستريس بنقول اللفظ ده كل يوم وقصدنا بيه ضغط نفسي، ولكن هي كلمة في أصلها معناها حالة للجسم، حالة نفسية زي ما بنقول، عبارة عن أنا مشدود
وغضبان ومتوتر وادرينالين في جسمي مخليني جازز هنا ومشدود عضلات رقبتي وظهري وفي حالة من اللي قاعد فترة كامن ثم مرة واحدة عاصفة من المشاعر الاقي نفسي اتعصبت وتوترت وانفجرت في حد. اوكي. او برنامج تاني جميل جدا اسمه dissociation، وده معلومات الناس عليه بسيطة جدا، فيلا نقول عليه شوية معلومات. dissociation ده صعب شوية في شرحه، بس هو عبارة عن نوع من انواع التبلد، وكأن هينزل ازاز قدامي عشان يفصلني عن اللي بيحصل. كانوا يعلمونا واحنا في الكلية يقولوا لنا البنت اللي بيحصل لها اغتصاب او نوع من انواع التحرش العنيف لازم هتديسوشيت خلال الحدث، لازم هتنفصل. هي لا يمكن تقعد تحضر حاجة زي كده بكامل عقلها وبكامل مشاعرها، تنهار، تتجنن، تفقد عقلها. ولكن هي لازم تديسوشيت، هي لازم تنفصل. مشاعرها مش هتبقى حاسة بيها، هتبقى عاملة زي ما تكون بتتفرج على قصة من بعيد شوية. بصي ربنا عامل ايه، عامل حاجة عظيمة. احنا بنشبه ده كتير بالكمبيوتر عشان الناس تفهم. الكمبيوتر في حاجة شبه الديسوشيشن جدا على فكرة، في حاجة اسمها سيف مود. الناس اللي بتفهم في الكمبيوتر هتفهمني دلوقتي على طول، او اي حد فينا الكمبيوتر بتاعه هنج او عطل وجاي يتفتح تاني هيلاقيه اتفتح في حاجة اسمها سيف مود. سيف مود يعني الكمبيوتر بيتفتح وهو مش بكامل الخصائص بتاعته، هيتفتح بشكل بسيط جدا عشان يخليك بس تعرف تتعامل خلال ما الكمبيوتر فيه حاجة غلط. هو نفس الفكرة، انا جوه سيف مود لان انا مش قادر اتعامل مع الموقف اللي بيحصل لي ده. المشكلة بقى ان هو برنامج جميل جدا يخليني اعرف اعدي صدمة زي دي واتعامل معاها، ولكن للأسف زي اي حاجة في الدنيا ليها الاعراض الجانبية بتاعتها. زي مثلا ما الحرارة اللي بتطلع لنا عشان جسمنا يتعامل مع الفيروس او البكتيريا اللي دخلت جوه جسمنا عشان تحمينا من حاجة زي كده، ليها الاعراض الجانبية بتاعتها، بتأذينا وبتتعبنا، ولو زاد عن حدها ممكن تموتنا حتى. فهي نفس القصة. البني ادم اللي هتتعرض لصدمة هيفضل معاها الديسوشيشن ملازمها سنين طويلة الى ان توصل لمرحلة تبقى جاهزة ان هي تتعامل مع الصدمة دي وتقدر تهضمها بشكل حلو. انا بقول للناس يا دينا شبه السوء الهضم، اكني كلت حاجة بايظة، اكني كلت حاجة مسمومة، فجسمي بيقعد يحاول يهضمها ويحاول يطردها، وافوت في اسهال وفي ترجيع وفي عرق لان جسمي مش عارف يتعامل معاها. فجسمي بيقعد واخدني في حالة وحشة جدا الى ان يطرد حاجة زي كده. بس بالنسبة لواقع التحرش ده ممكن يمتد سنين. انا بتيجي تقعد قدامي المريضة وتقول لي انا الحقبة اللي من 12 وقت ما حصل حاجة زي كده لحد مثلا من 2-3 وهي قاعدة قدامي مثلا عندها 28 سنة، انا كل ده في الديسوشيشن. هي بقى متبقاش فاهمة انا كل ده مش مجمعة، انا كل ده ماشية مش متبلدة، مش حاسة، وتركيزي مش حلو. وطبعا القصة بيبقى داخل فيها الاليمنت بتاع التركيز والذاكرة، لان المخ مربوط جدا الحتة دي على طول هنا بالذاكرة. احنا نفسيتنا ومزاجنا وذاكرتنا مربوطين ببعض. احنا بنعرف نتعامل مع مواقف حياة بيزد على بناء على الذكريات اللي عندنا. فهم نفسيتي ومزاجي وتعاملي مع المواقف مربوط بالحاجات اللي انا اتعلمتها فيما سبق، دول دايما ماشيين مع بعض. فهو عشان يعمل ديسوشيشن وينفصل للأسف هيأثر على الذاكرة، وهيبتدي يبقى الفترة دي كلها أنا ماشي فيها انتباهي وذاكرتي مش ماشيين كويس. ذاكرة للي حصل زمان ولا ذاكرة للوقت الحالي اللي هو عايشه؟ الاتنين يا فندم. مش عايز يفكر. اللي حصل هيبقى فاكره، ولكن اولا من اول مراحل من الريبريشن العنيف، بس دي بامانه الواحد بيشوفها نادرا جدا. ريبريشن يعني انا دفنت الواقعه تماما، انا مش فاكر حاجه خالص. وده لو حصل يبقى السيستم، الجهاز، المخ البشري حسب حساباته وادرك ان البني ادم ده مش هينفع غير ان انا ادفنها له كلها تحت السجاده. السيف مود هو ده، السيف مود، انا هدفنها له تماما. هو مش هيقدر يستوعبها دلوقتي، هطلعها له بعد كده وقت ما يبقى جاهز. وسبحانك يا رب على التوقيت اللي بتطلع فيه يا دينا.
ان البني ادم واصل لمرحله عمريه يقدر يجهز يستقبل ان هتطلع بقى من تحت السجاده وهيدرك حاجه زي كده. وده كتير قوي بيبقى الوقت اللي بيجوا فيه للمعالج والطبيب النفسي، لان انا ابتديت ادرك وابتدى ستريس ريسبونس يشتغل بقى جامد، ديسوشيشن ترجع لورا، ابتديت ابقى عصبي جدا وابتديت ابقى مشدود وابتديت ابقى غضبان. هل عشان كده ساعات تبقى قاعد مع بنات تلاقيهم بيحكوا قصة حصلت من زمان جدا بس بطريقة عادية، وبنت تانية مثلا ممكن تلاقيها بتحكي قصة بالنسبة لها هي حاجة كبيرة، لكن ممكن يكون حد قال لها كلمة في الشارع تحكيها وهي منهارة يعني أثرت عليها جامد قوي، وبنت تانية بتحكي قصة مدمرة عنيفة يعني بكل المقاييس، ولكن بتحكيها عادي، ده أنا زمان حصل لي كذا. هل هو ده الديسوسيشن؟ داخل فيه طبعا، بس هرجع واقول لك سؤالك ده الاجابه عليه كذا فاكتور. افتكري له قلنا في الاول البني ادم وقت الصدمه كان عامل ازاي. ممكن بني ادمه تفوت في صدمه، وبنشوف ناس في حياتنا كتير قوي بنعجب بيهم جدا وبنسقف لهم، فاتوا في صدمات كبيره في حياتهم وعرفوا يفوتوا فيها. يبقى البني ادم ده حظه كان حلو ان الصدمه جات له في وقت هو كان واقف فيه على رجله، فقدر يتعامل. حجم الصدمه كان عامل ازاي؟ السوشيال نتورك والدعم الاجتماعي اللي حوالين البني آدم ده بيلعب دور رهيب. واحد خد صدمة وهو حواليه عيلة وأسرة تسنده، مجموعة من الأصدقاء وزمايل شغل وجيران ومعارف، وهو بني آدم عنده من الملكات اللي دخل واتسند على ده شوية وقرب من ده وحكاله وخلى ده يساعده في حاجات في حياته، غير بني آدم اتعرض لصدمة وهو الدايرة الاجتماعية بتاعته للأسف حظه كان وقتها ان دايرته مش حلو والناس اللي حواليه قليلين. فكذا فاكتور بيلعب دور يخليكي تشوفي في حياتك ناس خدت صدمات تقيلة جدا وعرفت تقوم وتمشي وتكمل، وناس خدت صدمات وممكن بالنسبة لك تبقى باينة ان هي مش كبيرة قوي كده وانهارت وتعبت كذا فاكتور. ليه البنات ساعات ما بيبقوش قادرين يبلغوا، او حتى واضح كمان من كلامك ان هم ساعات ما بيبقوش قادرين حتى يروحوا للمعالج النفسي اللي هيبدأ معهم رحلة التعافي؟ هل ده بيبقى هروب من الموقف ولا هم لسه مش قادرين يتعاملوا مع اللي حصل؟ اوكي، سؤال حلو قوي. انت هنا بتخبطي على كلمة avoidance، التفادي. كده هنروح للإيموشن والشعور اللي بيحكم الحتة دي كلها اللي اسمه الخوف. الخوف يا فندم هو الشعور الأولي عند البني آدم. احنا من غير الخوف والقلق ما كناش كملنا على هذا الكوكب كام سنة بس. احنا ولاد اللي خافوا، احنا ولاد اللي قلق. البني آدم وهو ماشي في حياته الخوف والقلق بيحموه من حاجات كتيرة جدا. انا قلقت ان انا اعمل المشروع ده فما كملتش فيه فسلمت. انا حصل لي كده شويه كركبه في بطني لما سمعت القصه دي وحد قال لي ما تيجي معايا في المشوار ده، حسيت ان انا مش مرتاح فقلقت فما روحتش فسلمت وكملت وفت. فاحنا القلق والخوف شعور جميل جدا ربنا خلقه لنا بيحمينا من حاجات كتيره جدا، ولكن زي اي شعور لو انا مش مدرك وداريان بكل حاجه حواليا ممكن يغرقني ويخليني للأسف أمشي في سكة تفادي، أتفادى أن أنا أعمل حاجات كانت هتبقى مفيدة ليا من كتر ما أنا قلقت وخفت. أنا بقول للناس بلفظ كده بالبلد يعلموني شباب، أنا اتسحلت مع الخوف بتاعي فما أدركتش أن ده الطريق صحيح فمشيت في سكة مش حلو. فغالبا البنت اللي انت بتتكلمي عليها اللي ما قامتش وخدت موقف سواء في لحظتها او بعدها او قامت تبلغ او قامت حتى تروح لاهلها تحكي لهم، هي خافت ان هي لو عملت حاجة زي كده القصة تمشي في شكل وحش، خافت الناس تحكم عليها. كتير جدا مع التحرش للأسف بيحصل خزي وبيحصل إحساس بالخجل، بيحصل إحساس بإن أنا غلط. للأسف واحدة من الحاجات اللي أوتوماتيكلي بتحصل عند البنت مع التحرش من البرمجة اللي حصلة للبني أدمين من صغرهم، فبتخليها في اللقطة دي لو هي مش واقفة على رجلها حلو، لو هي الدنيا ما مشيتهاش
في طرق حلوة، ما خدتش تربية كويسة، فاتت في شوية مواقف مش حلوة قبلها في حياتها، ما حواليهاش نتورك حلوة زي ما قلنا، للأسف القصة تترجم عندها وتاخد شكل شيمينج، وابتدي أحس بخزي وأحس بعار وإن أنا اللي غلطان. مخها هيطلع لها أفكار كتيرة قوي من بتاعة ما يمكن انت اللي غلطانك عملتي كده، ما يمكن انت حصل لك كده عشان كذا، فتتسحل ورا المشاعر والأفكار دي وتسكت وما تتكلمش. هل ممكن يجي لها الافكار دي حتى لو السيركل اللي حواليها بتساندها، لو اهلها واقفين جنبها، بس هي مخها من كتر ما بتسمع اونلاين، بتسمع في المجتمع ان اكيد البنت كانت موافقه، اكيد البنت هي اللي عملت حاجه خلت سألني يقول لها اكيد انت اللي كنتي لابسه كده مثلا، هل ده ممكن حتى لو الناس اللي حواليها في ظهرها الافكار تسيطر عليها؟ ممكن، لان للاسف زي ما قلنا شباب كتير قوي بيبقى لسه صغير متاثر جدا بالشخص اللي بيسمعه اونلاين، بقى ده الهيرو بتاعي. ولكن لو الاهل متداخلين وقريبين وداريانين، لا طبعا هيلعبوا دور قوي جدا وجميل جدا، وممكن جدا يلحقوا مشكله في اولها وينقذوا حد زي كده. دكتور، انت بتقولي ان البنت اللي بتتعرض لاعتداء جنسي او تحرش بتعيش سنين في تبلد، ايه الاعراض الجسديه اللي ممكن تحس بيها؟ طيب حلو قوي السؤال ده، لان السؤال ده هيخلينا نفهم نرجع تاني نفهم القصة من منظور المرض اللي احنا بننساه. احنا كبني ادمين على طول اي حاجة نفسية فكرة ان ده مرض مش داخلة جوه دماغنا. لا ده بني ادم وحصل له حاجة وهيعديها، مفيش مرض يعني، ده مش زي سكر ولا ضغط ولا مرض في الكبد، انما هو مرض. تعالي نفهم بقى ازاي هو مرض. انا بني ادمة فت في صدمة، وفت في التغيرات اللي في مخي وفي جسمي اللي حكينا عليها كلها دي كلها، وماشية بيها سنين. ده طبعا مش هيعدي بدون للأسف مضاعفات. البني آدم اللي هيفوت في التروما لو ما تعالجش للأسف هيحصل له مضاعفات وحشة قوي، وهي دي اللي أي معالج أو دكتور بتبقى عينه عليها. البني آدم ده هيحصل له مضاعفات ممكن نقسمها لشق نفسي جدا وشق جسدي جدا. الشق النفسي إن البني آدم ده هيبتدي يبقى بيتقلب ما بين كلمة avoidance اللي استخدمناها من شوية، تفادي، أو كلمة تغيرات في الشخصية وفي الطريقة اللي بتعلق بيها بالبني آدمين أو بدير علاقاتي. اوكي. الكلمة بالانجليزي interpersonal inefficiency او interpersonal hypersensitivity. علاقاتي بتبقى مش فعالة او مش مظبوطة، لان للأسف بسبب اللي انا فت فيه ابتدى يحصل تغير لاستقبالي للآخر. فانا تعين بسطها خالص، انا بقول للناس كده في العيادة، بقول لهم كنا ماشيين انا وانت في شارع ضلمة وطلعوا علينا 2 نزلوا فينا ضرب. تفتكر حضرتك لما نكمل المشوار بعد كده وطالعين بقى مضروبين ومتشحورين ومخضوضين ومرعوبين وهنضطر عشان نروح نخش في شارع تاني، هنبقى ماشيين عادي؟ لا طبعا، هنبقى ماشيين عاملين كده اهو، وانا ماشيين مرعوبين ومخونين جدا، صح؟ فهو الرياكشن الطبيعي ان انا بعد كده هبقى ماشي في حياتي للأسف مخون جدا. ودي بتبقى صورة مكررة للبني آدم أو البني آدم اللي بيجولي العيادة، ولاقي البني آدم جاي في حالة غضب ومشدود ومخون جدا. ازاي اتعامل مع البني آدمين؟ ازاي اثق في حد؟ كانوا قاعدين في الشغل هما الاتنين معايا في المكتب بيتكلموا، ومجرد ما حد فيهم بس ضحك شوية انا اول فكرة نطت في دماغي ان الاتنين اللي بيتكلموا دول بيتريقوا عليا. او لما مديري طلب مني شوية طلبات زيادة ابتديت احس ان هو مش محترمني وان هو مستهفيني في وسط التيم، مع ان لا، هو لما نقعد ونبص على الموقف هي ما كانتش بالشكل ده قوي، هي تحتمل منظور اخر، بس انت اللي بقيت لابس زي نضارة على عينك بفلتر بلون مخليك شايف كل حاجة كده، وده رد فعل مخك للي حصل. فاهم قصدي؟ فللأسف بيحصل شوية تغيرات في الشخصية وتغيرات في الاتاتشمنت، او يحصل شكل مختلف تماما، ان انا ابقى شخص ماشي في دنيتي بتفادى،
ومن هنا يحصل ظاهرة وحشة جدا جدا جدا. دي أنا عدلي من أكتر الحاجات اللي لما بشوفها في خلال التقييم بتاعي والكشف بطني بتبتدي توجعني على طول، لأن دي واحدة من المضاعفات الوحشة اللي تاخد المريض لسكة وحشة قوي. الاسم العلمي social thinning. الدايرة المجتمعية بتاعتي هتخس، هتبتدي تقل خالص، يبعد عن الناس. يبعد عن الناس. ودي اتعملت دراسة جميلة جدا جدا جدا، ولقيت ان دي ممكن تعتبر واحدة من أبشع المضاعفات للتروماز، لأن بتحرم البني آدم من جهاز المناعة بتاعته. أنا مش بس عملت لك صدمة وهتقعد تتعافى على مدار سنين وترجع تقف على رجلك تاني، زي ما قلنا من أكتر حاجات اللي بتتعافى حلو جدا الصدمات لو فاتت في علاج كويس. لا، للأسف أنا خدت منك جهاز المناعة بتاعتك، خدت منك دايرتك المجتمعية اللي ممكن تسندك وتخليك تتعافى. فالبني آدم ده دي أوحش مضاعفة. دي زي كده ما نقول ايه، ده زي مثلا مريض سكر ولكن انت ابتدى يحصل لك غرغرينه في رجلك، انت ماشي في سكه وحشه قوي. بس ده مش مكرر، لان تتخيل ان اي حد هيتعرض لصدمه عنيفه بالشكل ده هينطوي، هياخد جنب، مش هيفضل قاعد مع الناس وبيسوشيالايز كأن مفيش حاجه حصلت في حياته. حصلت في توقيت وحش، حصلت وانا صغير، حصلت وتعامل الاهل كان سيء جدا، حصلت وكان معها صدمات تانية. هو مين قال ان البني ادم دي للاسف ممكن ما يحصلهاش صدمات تانية؟ ما هو خلي بالك الكتير جدا، مش دايما بس كتير جدا، التحرش او السكشوال ابيوز، الشخص اللي بيعمل كده هو خلي بالك هو شخص بيحكمه الخوف على فكرة، وبيحكمه ان هو قاعد بيدرس ينتقي ضحيته. هو مش عبيط، هو مش هيروح ينتقي ضحية حواليها أهل مصحصحين وحياتها قوية هو من جواه خايف، فهو من جواه عايز ينقي أسهل ضحية. فللأسف كتير جدا يروح للشخص اللي حياته مش واقفة حلو، اللي ما حواليهوش دايرة مجتمعية حلوة وأهل كويسين. فهنا صدمة فوق الصدمة. فهو نفس البني آدم اللي تعرضت مثلا لسكشوال أبيوز، لتحرش جنسي، هي نفس البني آدم اللي ممكن يكون عندها نجلكت من اهلها، واهلها بعاد ومتاخدين ومش مدينها اهتمام كافي، فادي كده صدمتين. فلا طبعا ممكن يحصل سوشيال ثينينج، والبني ادمه دي تبتدي تخسر بقى اصحابها في المدرسه، وتبتدي تبعد عن ولاد خالتها ولاد عمها، وتبتدي تنحصر وتقعد في الاوضه تقفل على نفسها، بص في السوشيال ميديا. ما هي دي السايكل بقى، دي الدايره. هل الافويدنس او التجنب غير الانكار والدينايل؟ يعني دايما انا تتخيل اللي انت بتوصفه كنت طول عمري بفكر فيه انه ده اسمه دينايل، انكار. طلع ان ده حاجه اسمها افويدنس، ان انا بتجنب اني افكر في اللي حصل لي. صح، يبدو ان الاتنين شبه بعض قوي، ولكن دينايل مختلف تماما. دينايل ده ان انا ابقى بأنكر شيء انا مش عايز ادركه، لاني لو ادركته هضطر اخد موقف مختلف في حياتي. دينايل هو القلب مرض الادمان مثلا. اقوى مرض في دينايل هو مين؟ هو الادمان. الكور باثولوجي بتاع الادمان هو الدينايل. فبس ده مش موضوعنا، مش عايز بقى اتبحر بيه، بس الشخص المدمن، لا بس دي معلومه تحفه على فكره، ده اللي ماشي على طول شايف ان يعني لا انا مش بشرب زياده قوي كده ومفيش حاجه. التانية مش عايزة تفكر في الموضوع. البنت السوفت وير اللي اتفتح هو اللي حاميها مبدئيا من انها تفكر من الموضوع، زي ما الحرارة حميانة من الفيروس اللي دخل جوه جسمنا، الى ان يجي منظومة علاجية تتولاني وتساعدني ان انا اخرج من اللي حصل لي. ما هو اللي حصل لي ده مش طبيعي، ما هو اللي حصل لي ده مش المفروض يحصل. انت فاهم الفكرة؟ بس ربنا حمينا وحاطط لنا حاجات تحمينا عشان نعرف نكمل في الدنيا. وهل في اعراض جسديه تانية البنات المفروض تبقى عارفه عنها؟ كويس انك فكرتيني، احنا قلنا شقين وسرحنا. الشق التاني ان هيبتدي يحصل لي اعراض وامراض جسديه، فممكن جدا ان البنت دي تبتدي رحلتها عند طبيب باطني اصلا. رايحه تتعالج من صداع نصفي، مش متخيله انه له علاقه باللي حصل لها زمان، مش مدركه. رايحه تتعالج من مايجرين زي ما قلنا. ممكن تبتدي رحلتها عند طبيب اسنان،
رايحة تتعالج من بروكسيزم وجز على اسناني طول الوقت، معمل لي التهاب في المفصل الجميل ده اللي لا يقدر بثمن اللي اسمه تي ام جي. سمحت انا فاكره طبعا فاكر. وده مفصل انا بقعد اقول لهم ده لو التهب وحصل له مشكله ده لا يعوض، لان ده شغال كلام واكل وكل حاجه. فهي عماله تجز كل يوم بالليل وهي نايمه ومش مدركه ان ده جسمي عمال يتفاعل مع القصه. ممكن يحصل لي كل امراض الهرمونات وياما بنسمعها، بس مخنا بيرميها تحت السجاده. يقول لك جاله السكر بعد ما حصل له حاجه والضغط والقلب وكل وبعد ده بعد ما تعب وبعد ما زعل نفسيا، لان الهرمونات والنفسيه مربوطين ارتباط رهيب ببعض وبيأثروا ببعض. فطبعا كمية الأمراض الجسدية اللي ممكن تحصل مهولة. مناعتي بقت متأثرة طول الوقت، وكل دور برد يجيلي ما بفوتش دور برد لأن مناعتي بقت ضعيفة جدا. المنظومة بتاعت الالتهاب متهيجة جدا، وابتدي أخش في عيلة الأمراض يا إما بتاعت الروماتيزمات يا إما ما يسمى بالفايبروميالجيا أو الكرونيك فاتيك سيندروم، إن أنا ماشي على طول عندي أوجاع في جسمي. فايبروميالجيا دلوقتي كمان منتشرة جدا وبقت دايجنوزد أكتر من الأول بكتير. بنات كتير بتتكلم. هل ده بيبقى برضو يعني ممكن جدا البنت اللي عندها فايبروميالجيا يبقى في قصة قديمة هي اللي مش كلهم طبعا بس could be something في الماضي بتاعها جدا. انا لما بسمع لفظ فايبروميالجيا ببقى عايز اقول لهم هو ده الشكل العضوي للنفسي، بس هو قريب قوي من نفسي. ما هو النفسيه مخليه الجسم منتشر ملتهب الايام دي. الغلطه الشائعه هنا ان احنا بنفصل، فتروح تقول مثلا لاهلها فيبتدوا يقولوا لها مش ما صدقوش، يقولوا لها كلمه ابوغ بقى بكتير يا دينا، تتخيلي انت ده في دماغك، انت بيتهيألك. ببقى عايزه اوريهم الابحاث والعلم اللي مورينا الاشارات اللي نازله من المخ للاعصاب ومسجلينها. هي مش بيتهيأ لها، هي عندها وجع في جسمها، ولو الوجع اللي في جسمها ده لو كان عندك انت كنت هتروح لدكتور. فلما تيجي تشتكي وتقول لك في وجع في جسمي، في وجع في جسمك بس جاي من عضو تاني. هو احنا لما مريض سكر بتبتدي كليته تتعب وتفشل بنقول له انت ما عندكش حاجه انت بيتهيألك؟ لا، ما هو نفس القصه. هو ربنا خليهم كلهم مربوطين ببعض. واضح ان البنات لازم تسعى للتعافي حتى مهما كان الموضوع مؤلم. واضح من كلامك انه جزء مهم قوي في انها تبقى احسن. ايه الستبس اللي بتحصل؟ يعني هي دلوقتي في واحده بتتفرج علينا مش متخيله هيحصل ايه لما تروح لدكتور نفسي. ممكن تحكي لنا الرحله بتبقى عامله ازاي بالنسبه لو هي صغيره او كبيره؟ الاول اروح امتى للدكتور؟ ابتدى يبقى عندي اعراض من الاعراض الكتيره اللي قلناها مش هنعيدها تاني. ابتدى يتأثر نومي، النوم عرض واضح وممسوك في وسط عالم النفسية الفيج والرمادي اللي أنا عايش فيه على طول. ببقى بدور على حاجات ممسوكة. النوم ابتدى يتأثر، دي علامة واضحة. نومي ابتدى يقطع ويبقى فيه كوابيس، دي المنظومة بتاعت السترس، دي المنظومة بتاعت التروما. ابتدى يبقى مقطع وفيه كوابيس كتيرة قوي، لأن المخ عمال بيحاول يهضم خلال فترة الليل اللي هو فات فيه. ما احنا قلنا في عسر هضم، فهو عمال يحاول يهضم. ابتدى يبقى عندي تأثير على حياتي الاجتماعية واضح، يا إما خسسان يا إما شاكك وبتعامل بطريقة غلط وبخسر علاقاتي وبقطع الناس. ابتدى يبقى فيه تأثير على شغلي، وبصحى تعبانة وبصحى مكسرة ومش قادرة أروح، وأيام الغياب عمالة تزيد. ابتدى يبقى فيه العلامات دي، لو سمحتي توجهي لدكتور أو معالج نفسي، لأن كده خلاص في مرض ومحتاجين نمشي في رحلة علاج عشان تتعافي. رحلة العلاج أساسها الركن الأساسي بتاعها هو العلاج النفسي، لدرجة ان في بعض المدارس المتحفظة تقولك دور الأدوية محدود جدا، احنا علاج نفسي بكل هو العلاج الأساسي والوحيد. ولكن في مدرسة تانية أنا منها مؤمنة إن الأدوية بتلعب دور جميل جدا، وهي إن هي بتخدم العلاج النفسي. أبحاث كتيرة قوي طلعت يا دينا تقول إن الناس اللي هتاخد علاج دوائي جنب العلاج النفسي فرصتها إن هي تكمل العلاج النفسي للآخر أطول وأحلى. فهنا الدواء بيخدم العلاج النفسي مش العكس. بدي تشبيه للناس عشان يفهموا. بقول لهم انت حصل لك التهاب في مفصل، هتروح لدكتور العظم، هيشخص مظبوط وهيكتب لك دواء عشان يقلل الالتهاب ويقلل التورم، وهيبعتك
علاج الطبيعي الفيزيوثيرابي، عشان الفيزيوثيرابي هنا هو العلاج الاساسي، لان انت محتاج تقوي العضلات عشان المفصل ده اللي حصل له تروما يرجع تاني يتعافى. ولكن انت ممكن جدا ما تكملش الفيزيوثيرابي لو ما كنتش واخد الدواء اللي مقلل الالتهاب والإديمة، فده بيكمل ده، فبتنجح الرحلة كلها، لان الرحلة صعبة ومؤلمة. الناس بتبقى دايما الجملة اللي بسمعها دايما سايكوثيرابي ده شيء جميل ملوش أعراض جانبية. لا، له أعراض جانبية، هو مؤلم، وده اللي بيخلي ناس كتير قوي تبقى رايحة رجل قدام ورجل ورا. فعشان نساعد ان السايكوثيرابي يفوت صح محتاج تدخل دوائي، ولكن هنرجع ونقول ان السايكوثيرابي هو المحور الأساسي للعلاج. يعني ببساطة علاج دوائي بدون سايكوثيرابي لمريض التروما لا يجوز. لازم يبقى معاه علاج نفسي طبعا. هل العلاج النفسي هيعرف بعديه الأعراض الجسدية هتروح لوحدها؟ سؤال جميل جدا وذكي وخبيث جدا. قاعدة مركزة معاك. الأعراض الجسدية والأعراض الكوجنيتيف المعرفية للأسف بتطول شوية. بيحصل التعافي مش بياخد الشكل اللي احنا دايما متخيلينه اللوجيكال، ان انا رحت للدكتور فكل حاجة هتبتدي تتحسن مع بعض. لا، اللي بيتحسن في الاول هو ان انا ببتدي افوق، وابتدي اخرج واحدة واحدة من الديسوشيشن، وابتدي اخرج واحدة واحدة من التبلد والانفصام اللي انا فيه، وابتدي ادرك اللي حصل، وابتدي واحدة واحدة المعالج يساعدني ان انا ارجع اجري اصلح علاقاتي، وافهم الارتباط بتاعي والاتاتشمنت بيحصل ازاي، فانقذ بدل ما كنت عمال اخش في علاقات مش مظبوطة، علاقات عاطفية مش مظبوطة، ابتدي ارجع اصلح ده، ونفسيتي تبتدي تتصلح، وارجع تاني ان شاء الله بني ادمة فعالة فانكشنينج، بشتغل وبعمل علاقات وما الى ذلك. ويفضل جسمي ملتهب شوية، ويفضل بيجيلي شوية أوجاع، ويفضل تركيزي مش حلو، بس برضو بيتصلحوا، بس بعدها بشوية وقت. الصبر، احنا كبني ادمين مستعجلين. انا بقعد اقول للناس اصبروا، ما هي الخبطة كانت كبيرة وحصل اثر كبير للأسف، فده هيقعد سنوات يتعافى. انا بقول للناس دايما اول سنة لسنتين هم الصعبين، لو بنينا فيهم حلو علاج نفسي وعلاج دوائي هتقفي على رجلك وهترجعي تاني. طب لو في بنت بتتفرج علينا النهاردة للأسف إمكانياتها ما تسمح لهاش إنها تاخد علاج نفسي، تقدر تعمل إيه لوحدها لغاية ما الظروف تسمح؟ الحمد لله احنا عندنا أماكن بتوفر خدمات محترمة جدا في بلدنا، موجودة كلها على الويب سايت بتاع الأمانة العامة للصحة النفسية. والويب سايت على فكرة معمول حلو جدا ومحدث. أنا كل مرة قبل ما أطلع في أي برنامج أجري أبص عليه عشان أطمن إن هو كل مرة اليوم مطورين وحاطين فيديوز وريسورسز وحاطين كل الأماكن الحكومية الجميلة، وجواها علاج دوائي وجواها علاج نفسي، من أول القصر العيني لحد عين شمس لحد العباسية لحد المطار، أماكن كتيرة جدا. وفي أماكن تانية مجانية، جلسات مجانية وعلاج دوائي مجاني، وناس دكاترة صغيرين وأخصائيين نفسيين صغيرين وسوبرفايزد ومباشرين من أساتذة كبار، أماكن جميلة جدا. هقفل معاك الحلقة بسؤال مهم جدا بالنسبة لسبيك اب. البودكاست ده تعاون مع سبيك اب، تعرف هم اكتر بلاتفورم البنات بتتكلم معهم عن المشاكل اللي بيواجهوها. كتير قوي البنات تقول لهم ان هم في وسط الجلسة لقوا الدكتور في لحظة، يعني في لحظة البنت منهارة او مشاعرها مسيطرة عليها، الدكتور يقوم قايم حاضنها. ايه الحدود بتاعة الدكتور مع المريض؟ قصة بسيطة جدا. الحدود بتاعة الدكتور مع المريض ما فيهاش تلامس جسدي، مش المفروض يبقى فيه تلامس جسدي خالص، لأن لو فكرتي فيها ده حتى مش هو اللي البني آدم اللي جاي لي عايزه. يعني هاخدك بعيد شوية بس عشان الناس تتخيل وتفهم. للأسف المريض ساعات بيجي عايز من الدكتور ان هو يبقى الشخص اللي هيستبدل الدائرة المجتمعية بتاعته، والدكتور ده لو مش واخد باله ومش واعي
وكلنا بني ادمين وممكن نقع ان شاء الله، ما يعني ناخد بالنا دايما وما نقعش. واحده من الحاجات اللي بتحمي اي معالج واي طبيب ان هو يفضل دايما اندر سوبرفيجن، تحت اشراف من طبيب او معالج اكبر منه بيراجع معاه حالاته، عشان يبقى دايما واعي لنفسه وواعي لمشاعره اللي داخله معاه الجلسه. فالمريض يجي ساعات ويبقى يظن ان هو ده المفيد، ولكن انا كطبيب او انا كمعالج واخد بالي، لا انا مش عايزك تبقى معتمد عليا بالشكل ده. ده انا نفسي ان انت تبني دايرة معارف واصدقاء. ما تستبدلنيش بصديق، ما تستبدلنيش بقريب كنت ممكن تقعد تدردش معاه. كانوا زمان يقولوا على السايكوثيرابي ده صداقة للبيع او صداقة بفلوس، اسمه وحش قوي. نو، سايكوثيرابي مش كده. انا معالج جايلي مريض عنده مرض عايز اساعده. كان يبقى بالاولى بقى الدكتور الباطني كل ما يخش عليه مريض مثلا عنده ورم وكانسر وبيبكي قدامه وممكن يكون هيموت خلال شهور، يقوم يحضنه. هل هو ده اللي المريض عايزه؟ لا، المريض مش عايز كده. انا عايزك دكتور، انا عايزك بروفيشنال، انا عايزك عارف انت بتعمل ايه، انا عايزك عندك نوليدج في دماغك، عندك خطة وهتساعدني. طبعا بني ادم وطبعا انسان، ولكن انا مش جاي هنا عشان اخد حضن، انا جاي هنا عشان توقفني على رجلي. دكتور، أنا لما قلت لك تيجي معانا ضيف الحلقة دي أنا كنت متأكدة إنها هتبقى حلقة عالمية كلها علم. انتي بتشجعيني بس. مش ممكن، لا خالص. أنا كنت عارفة إن أنت هتعمل حلقة مميزة، وبجد البنات محتاجة تسمع الكلام ده. أنت زي ما أنت قلت في ستيجما كده لا يمكن حد يتخيل. أولا أنت أول ما قلت لي على موضوع الأعراض الجسدية اللي بتبان على البنات أنا قلت دي حلقة، لان انا شخصيا ما كنتش بفكر في حاجه زي كده، ان انا فعلا التروما ممكن تخليني فيزيكلي يبان عليا حاجات وانا مخي ما يربطش. فبجد انا شايفه انه رائع ان البنات تبقى على الاقل متنبهه لحاجه زي كده، وعارفه انك مشغول طبعا وقعدت اتحايل عليك قد كده عشان ربنا يخليكي. انا اللي ليا الشرف ابقى هنا، واي فرصه ان نخبط في وصمه العار ونخلي الناس تفهم، ده انا ببقى فرحان جدا. ميرسي يا دكتور والله قوي. ربنا يخليك. وميرسي يا شكرا. جماعه انكم متابعينا في حلقات سيف اند لاود، وهنشوفكم المره الجايه مع ضيف جديد.